لو انتوا حاسين زيي ستايلكم بيتغير وانتوا اون بادجت وبتحاولوا ما تشتروش كتير وتبقوا يعني مستدامين على قد ما تقدروا تعملوا اختيارات صح، اعتقد الفيديو ده هيبقى مفيد. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لاول مره تشوفوني انا نوران وبعمل كونتنت عن الاستدامه والوكاله، لبس المستعمل والستايلينج وحاجات مختلفه. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، وممكن تعملوا لايك وشير الفيديو ده لو عجبكم عشان ده بيفرق معايا كصانعه محتوى. تعملوا لي فولو على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، اللي انتوا عايزينه عشان تتابعوني يعني خلال الاسبوع لو حابين. بس قبل ما ندخل في الموضوع عايزه احكي لكم كده قصه صغيره. ثانيه واحده هفتح لجيجي عشان بتنونو. ثانيه واحده، اتفضلي. هحكي لكم بقى قصه صغيره. لو حابين تجيبوا سناك، حاجه سخنه تشربوها، عايز تطلع عليا شكلها، اتفضلي اطلعي. هحكي لكم قصه صغيره. زمان قبل انستجرام ما يبقى بوبيلر، قبل تيك توك اصلا، كان في يوتيوب ساعتها، كان في حاجه اسمها بلوجز. الناس اللي بتصنع محتوى دلوقتي بيسموهم بلوجرز عشان اعتقد المنشأ بدأ من هناك. والبلوجز دي كانت عباره عن ويب سايتس كده، البلوجر او كونتنت كريتور بيعمل بلوج بوست بالاوتفيت بتاعه، يعني بيحط صور بكاميرات بقى بروفيشنال وحاجات كده، وبيكتبوا بقى زي بلوج بوست وبيشرحوا، بيبقى زي حاجة سردية. يعني انا بقى كنت متابعة جيدة جدا للبلوجز، وكان في ماي فيفورت بلوجر كان اسمها كارلا دارس، اصول اسبانية ايطالية حاجة كده، بس هي اصلا امريكية عايشة في امريكا. كنت بعشق الستايل بتاعها، بعشقه. بسبب الفيديو ده افتكرتها. انا كنت بعشق ستايلها وبقعد بجد اتفرج على البلوجز القديمه بتاعتها، البوست القديمه كلها، من كتر ما انا بحب الستايل بتاعها. وبعدين واحده واحده الستايل بتاعها بدا يتغير، فانا اتضايقت، انا كفولور اتضايقت، قعدت اقول لا هي كانت زمان احلى. فافتكرت الايام دي والناس عماله تقول لي لا مش هي دي نوران اللي احنا عارفينها. يعني انا عندي نوعين من الفولورز، فولورز بيشتموني، او مش فولورز يعني الناس معديه بتشتمني وتقول ايه القرف انت لابسه ده، وفولورز تانية عجبهم. ولما بلبس حاجه مثلا بيزك شويه او بسيطه او كده او سيمبل اكتر عن ستايلي، يقعدوا يقولوا لي لا فين نوران القديمه. طبعا فاشن بالنسبه لي حاجه كبيره وتعبير عن النفس وكده، بس في نفس الوقت مفيش حد بيحب التغيير. انا عارفه الموضوع عميق عشان ده مجرد ستايل ولبس وكده، بس لا يعني انا مثلا لما فكرت اتحجب، ما اكذبش عليكم، الفكره الاولانيه بتاعه الحجاب كانت اللي هو طب ده هيأثر على ستايلي ازاي؟ والله العظيم متخيلين؟ بسبب يعني انا كنت اوبسست وما زلت يعني باللبس والفاشن والستريت ستايل والحاجات دي. ثانية واحدة هفتح لقطتي التانية عشان الباب، يا لهوي عليا. كنا بنقول ايه؟ الفاشن يعني كان وما زال بالنسبة لي حاجة كبيرة، وحاجة بفكر فيها في حياتي عامة، اعمل ايه ما اعملش ايه، اتصرف ازاي. انا مش بقيتش عارفاني بسبب ان انا بلبس كذا وكذا. ممكن الموضوع ده ما بيبقاش مهم بالنسبه لناس كتير، بس هو مهم بالنسبه لي. ندخل بقى في الموضوع. السنه دي حصل تغييرات كتير في حياتي تخليني ان ستايلي يتغير شويه. اول حاجه تخنت وما بقيتش مرتاحه لحاجات كنت بلبسها زمان، فبقيت بلبس حاجات مختلفه تخليني مرتاحه اكتر. تاني حاجه اتخطبت. عارفين كيم كارداشيان وكاني ويست لما كانوا متجوزين؟ عامه الكابلز لما يبقوا مع بعض بيأثروا في ستايل بعض. خطيبي ستايله سيمبل قوي، ستايله بيزك، بيحب السنيكرز وبيحب التيشيرتس الفاضيه البيزك، بنطلون جينز، دايما بيلبس كده بالوان مختلفه. وانا طبعا ستايلي انتوا عارفين بوهو ماكسيماليست واكسسوارز كتير ومش عارفه ايه. مش هقول لكم ان انا مثلا مكسوفه البس قدامه حاجه، هو كده كده انا اون سوشيال ميديا، فهو شايف فيديوهاتي شايف ستايلي، يعني مفيش حاجه اخبيها يعني. بس زي ما تقولوا كده، مثلا لقيت نفسي بلبس فامينين اكتر، لقيت ستايله بيأثر فيا فبقيت سيمبل اكتر. طبعا مش سيمبل، احنا مش هنهبل، انا مش هبقى سيمبل قوي يعني، سيمبل بالنسبه لي. البنطلون اللي انا لابساه دلوقتي ده اتبعت لي من سنه ونص او حاجه من براند اسمها سيزارو، براند مصريه، وايد لاج كده، وانا كنت كل اللي انا بلبسهم ستريت لاج. من ساعه ما اتبعت لي بقى الفتره دي اكتر فتره، من ساعه كمان ما تخنت وانا بلبسه، بس لقيت نفسي بلبسه هو بس، وبلبس بنطلون تاني كده جبته من الوكاله برضو وايد لاج. يعني الشفت بتاع الستايل بتاعي ده خلاني ابقى رايحه ناحيه بيسز معينه في دولابي. بس فجاه حسيت اللي هو انا بكرر البيسز دي وما بلبسش غيرها. حسيت اللي هو طيب انا دلوقتي ستايلي بيتغير، ماشي، ايه اللي انا ادي كلوتر او يعني اتخلى عنه، وايه اللي اشتريه جديد
وايه اللي افضل البسه زي ما هو. بدات بقى في رحله ديكلاترينج طويله، خنتكم وعملت كذا ديكلاترينج عامه يعني. قلت عشان الموضوع كان اصلا موتر، فاللي هو انا هعمل مش قادره اصور البروسيس يعني. بس قلت بقى احكي لكم ايه اللي حصل بالظبط. لو انتوا حاسين زيي ستايلكم بيتغير وانتوا اون بادجت وبتحاولوا ما تشتروش كتير وتبقوا يعني مستدامين على قد ما تقدروا تعملوا اختيارات صح، اعتقد الفيديو ده هيبقى مفيد. فبصوا بقى عملت ايه. اولا الستاند اللي ورايا ده، عشان معظم الناس بتسالني في كل الفيديوهات جايباه منين، انا كل الستاندات اللي انا جايباهم من ايكيا. دي عايز تطلع اتفضلي. الستاند ده كنت دايما اللي هو ايه بحط عليه لبس عشوائي، اللي هو حاجات مثلا مش عارفه اعلقها في الدولاب بعلقها بره. فقررت اللي هو لا، انا هعلق عليها الحاجات الافري داي، الحاجات اللي انا بلبسها كل يوم. فطلعت بنطلونات اللي هي الوايد لاج اللي حكيت لكم عنها، واكتشفت كمان في حاجات في الدولاب انا ناسياها. فقلت ايه ده، انا ناسياها عشان ما بقتش البسها وما بحبهاش، لما بقتش البسها عشان ناسياها. فقستها كده وفكرت نفسي بيها وعجبتني وعجبني الفيت بتاعتي عادي بعد ما تخنت. قلت طب خلاص هطلعهم هنا، وده اللي خلاني البسهم اكتر. اول حاجه عملتها هي ان انا الستاند ده رتبته وعلقت حاجات انا بلبسها كل يوم عليه عشان تبقى ظاهرالي اكتر وبينالي. كمان عملت فولدر على الموبايل بتاعي حطيت فيه كل اوتفيت اللي عجباني قوي مؤخرا، عشان انا بقيت تايهه اللي هو انا مش عارفه ايه اللي عاجبني وايه اللي مش عاجبني. فحطيت الفولدر ده قدامي وقعدت اجمع الصور اللي هو ايه باوتفيتس انا في حقيقي اوبسيست بيها، عجباني جدا جدا جدا، في ظرف انا فعلا ما بقاش عاجبني لبسي خالص. اديني شويه ايه بيانات كده، معظمها حاجات وايد لاج، حاجات واسعه وبحزام مش عارف ايه الجو ده. ولاحظت برضو ان انا بقيت ايه في شنطه كاب بعتت لي حمرا بحبها قوي، انا اوبسيست بيها بلبسها كتير جدا لو انتم متابعيني يعني. فبقيت دايما بحط ايه اكسنت احمر في اي حاجه في الاوتفيت بتاعي، ليبستيك احمر، حزام احمر، جزمه حمرا، الشنطه الحمرا دي بيزك بلبس الحاجه الاكسنت الحمرا دي. وبقيت بقى بلبس برضو اشاربات برينتد، انا ما كنتش بلبس اشاربات برينتد خالص زمان. اتبعت لي من اما كده اول اشارب برينتد، وبعدين جالي هديه من اختي اشارب برينتد تاني، وبعدين انا اشتريت لنفسي، وبعدين خطيبي اشتري لي واحد، فبقى عندي 4 اشاربات برينتد كده ببدل ما بينهم او بيغيروا الاوتفيت كله. فبما اني بقيت بلبس اشاربات برينتد بقيت بلبس لبس اللي هو ساده اكتر. بعد ما عملت الفولدر ده وظبطت الحاجات اللي هي اللي بلبسها افري داي على الستاند، عملت بقى ديكلاترينج محترم يعني. لقيت بنطلونات جينز كتير قوي، وانا مش مكسوفه اقول كده لاني قبل كده عملت فيديو بوريكم فيه البنطلونات الرجالي الجينز اللي كنت بجيبها من الوكاله وبلبسها، وفعلا ساعتها لما كنت ارفع كانت عجباني وعجبني الفيت بتاعها. دلوقتي لما تخنت لا ما بقتش فلاترينج خالص، لسه مقاسي بس مش عارفه اشرح لكم ازاي هي لايقه على بادي تايب معين، مش لايقه عليا دلوقتي. حسيت ان انا ما بقتش كومفورتبل خالص، فوديتهم الورشه ارسم عليهم وابيعهم يعني. فقلت خلاص هما ما بقوش مناسبين ليا خالص. كان برضو كان لازم افضي عشان انا المرحله الجايه هي ان انا اشتري برضو بمناسبه الورشه وبمناسبه ان انا اشتري. عملت الليسته دي وريتها لكم في فيديو الوكاله، الحاجات اللي انا نفسي اشتريها وازودها في دولابي عشان اللي هو تدي دولابي تاتش كده مش بطال. بعد ما عملت ديكلاترينج وبعد ما فضيت شويه حاجات ما بقتش مناسباني ما بقتش احبها. وخلي بالكم وانتوا بتعملوا الديكلاترينج نصيحه مهمه جدا، في حاجات انا ممكن اعمل فيديو عن الموضوع ده مخصوص يعني. في حاجات وانتوا بتعملوا ديكلاترينج اوعوا تتخلوا عنها، زي مثلا جاكيت جينز مثلا خامته حلوه. الجواكت الجينز عمرها في حياتها ما موضتها هتروح، ماشي دلوقتي انتوا مش بتلبسوه خلاص حطوه خبوه ما يبقاش قدام عينيكم، تمام. فجأة بجد والله وحصلت لي في كذا حاجة اصلا هتلاقوا نفسكم اللي هو بترجعوا له تاني، لان ده بيس كلاسيك. بنطلون جلد مثلا انا قعدت سنين ادور على البنطلون جلد الفيت بتاعته تكون واسعه وستريت وممكن البسها ومبقاش كمحجبه مش مرتاحه. ماشي بنطلون الجلد ده مثلا بقالي شتا ما بلبسوش قوي، انا الشتا اللي فات لبسته بس انا بديكم مثال يعني، خلاص انا هشيله على جنب لان هو كلاسيك. بليزر مثلا وهكذا، فاهمين قصدي؟ الحاجات دي. في بنطلون برضو ليفايز جبته من المحل من اعتقد 3 سنين او ممكن اكتر كمان 3-4 سنين مثلا، ستريت كات بحبه جدا بس ما بقيتش البسه خالص، بقيت البس دلوقتي حاجات اوسع، هو ستريت وجاي على ضيق شويه. ده كلاسيك خلى عنه ليه يعني، خليه برضو عشان افرض مره زهقت، افرض مره حسيت ان انا محتاجه لا بنطلون يعني يكون مظبوط شويه يعني مش واسع قوي. هكذا بقى يا جماعه. صراحه ليني اوزارك هي اللي اقنعتني بموضوع ان كل البلوجز اصلا اللي هم بيهتموا بالاستدامه اكيد بينصحوكم اللي هو اعملوا ديكلاترينج لدولابكم، عشان وفعلا الديكلاترينج بيخليكم تشوفوا دولابكم احسن وتلبسوا بطريقه اسهل. انا برضو بالصراحه ما بقاش عندي خلق، بقيت حاسه اللي هو انا بجد
زهقت من كمية الهدوم اللي انا محتاجة اعصر دماغي عشان اطلع اوتفيت جديد وحلو. انا لسه عندي هدوم كتير على فكرة جدا، بس انا بطمح اني اركز قوي 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 وانا بشتري هدومي، عشان دايما الحاجات اللي انا بلبسها بفضل ارجع لها، تكون جودتها حلوة، تعيش معايا، تكون دايما شكلها حلو، واقلل من ان انا اقعد ديكلوتر واقعد ادخل حاجات جديدة في دولابي. يعني الليستة بقى مهمة جدا، يعني انتوا تعصروا مخكم وتشوفوا ايه الحاجات اللي في الترندز عايزين تجربوها، ايه مثلا الحاجات اللي نفسكم تجيبوها، حاجات بسيطة عشان تخلي دولابكم ترفرش الدولاب او تنعنشه. انا دايما بحس لما بشتري قطعة او مثلا قطعتين بالكتير بنعنش دولابي كله، وبيجيب لي انسبيريشن اكتر، وبالعكس بيخليني البس حاجات القديمة اكتر كمان، زي مثلا حزام جديد، شنطة جديدة، جزمة جديدة، وهكذا. ولاحظت بقى حاجة فظيعة، دلوقتي خطيبي بيلبس سنيكرز كتير جدا، انا مش سنيكر بيرسون خالص. انا اقرب حاجة للسنيكرز بلبسها هي الكونفرس، بحب الكونفرس جدا من زمان، من وانا مراهقة مثلا، فانا كونفرس جيرل جدا. بالنسبة له الكونفرس دول مش سنيكرز، يعني هو دخل الموضوع في دماغي من كتر ما هو كل لبسه سنيكرز. يعني انا عندي سنيكرز من الوكالة بيضة نيو بالانس، جبتها من زمان قوي، بس من كتر ما انا فعلا مش بلبسها وديتها الورشة، عشان قلت ايه هستايل بيها الاوتفيتس، عشان ما بقاش مثلا رايحة جاية بهدومي بستايل بيهم اللبس. ساعات في قطع كده معينة قليلة قوي بحطها في الورشة عشان تبقى دي لغاية التصوير، الهدف التصوير. مرة كنت بصور، كنت لابسة بنطلون كده واسع، فلبست عليه السنيكرز البيضة، فقلت الله، ثانية واحدة، انا عامة كنت بلبس بنطلونات مظبوطة اكتر، يعني ستريت كات اكتر، عشان كده السنيكرز اللي هي الشانك دي ما كانتش بتعجبني عليهم. لما ده بدأت البس بنطلونات وايد لاج بقى عاجبني الشكل بتاع السنيكرز عليهم. رحت واخدة السنيكرز بتوع الورشة ورجعتهم البيت، وقلت انا هلعب بيهم. فهنا الليستة بتاعتي رحت عاملة تك على الجزمة اللي هي البيضة دي، وبعدين كنت كاتبة وايد لاج بانتس. بصوا بقى يا جماعة، انا قعدت شهرين اركز قوي 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 ايه البنطلونات اللي انا هجيبها، بما اني ديكلوترد معظم دولابي. قلت خلاص ماكسيمم هجيب بنطلونين ولا حاجة، بنطلون منهم بيزك يعني لون محايد بجد ولايق على كل حاجتي، بنطلون تاني لون فن، عشان كده كده انتوا عارفيني، يعني انا شخص مش محايد قوي، يعني انا شخص ماشي، خلينا واقعيين، يعني لو انا بيزك عادي، يعني البيزك بتاعي ممكن يبقى احمر عادي جدا. يعني عجبني قوي بنطلون في ماركه اسمها سيالو، البنطلون ده حلو جدا، انا برشح لكم الماركه دي، سعرها كويس، خامتها كويسه، الفيت بتاعتها حلوه، وعامه ناس كتير قوي بتسالني عليه. يعني بما ان بيتي موضه، وبما اني زي ما قلت لكم بقيت ملاحظه ان في دولابي ان انا دايما بحط تاتش كده نبيتي في كل حاجه، فجبت البنطلون، وفعلا من ساعتها بلبسه كتير قوي وبحبه، والفيت بتاعته حلوه. وجبت بنطلون من النساء، بنطلون لونه بيج جينز، هما نزلوا كده لاين جديد كله جينز، سكيرتس بقى على بنطلونات على تقريبا جواكت حاجات كده. فجبت بقى البنطلون البيج ده، قلت انا كنت زمان قوي بقول من الاساسيات الدولاب بنطلون ابيض، بس بصراحه غيرت رايي لما كبرت، حسيت ماشي بنطلون فاتح بس مش ابيض، حسيت ان انا بنطلون بيج هيبقى حلو قوي، لايق برضو مع الكولر باليت بتاعتي، وبرضو يعني بلبسه كتير دلوقتي وبحبه. فحسيت ان دول الصراحه شروتين ناجحين، وفي نفس الوقت مش هيقطموا الوسط قوي، اللي هو حاجتين بس، وهينعنشوا دولابي، وهيكملوا معايا اللي هو الحته بتاعه الشتاء وكده. يعني تقريبا دي كل الحاجات اللي انا عملتها عشان انا اعنش دولابي، عشان افهم ستايلي الجديد. دايما الستايل لازم يخدم اللايف ستايل بتاعك ويخليك مرتاح ومبسوط واثق من نفسك. لو انتوا برضو عايزين تعرفوا ازاي نلاقي البيرسونال ستايل بتاعنا، انا كنت عامله فيديو هحطه في الديسكريبشن بوكس، اعتقد انه مفيد، يعني هيفيدكم لو انتوا محتارين شويه مش عارفين تعملوا ايه. محتاجه اعمل ديكلوترينج تاني عامه، عشان زي ما قلت لكم يعني لما يبقى فيه قطع معينه بتساعد قوي قوي ان انتوا مخكم يشتغل اسرع في حته الستايلينج ده. وزي ما قلت لكم الديكلوترينج مش لازم كله يبقى التخلي عن الهدوم، ممكن ان انتوا بس تحطوها في شنط تحت السرير، تحطوها على جنب، مسيركم في يوم من الايام ترجعوا لها، وهكذا. يعني لو قطعة انتوا عزيزة عليكم فعلا مش عايزين تخلوا عنها، وهي قيمة، خامتها حلوة، كلاسيك، يعني موضتها مش هتروح بسهولة او هترجع تاني، او حد عزيز عليكم ادهالكم، وهكذا، ممكن تحطوها بعيد في شنطة لو انتوا مش بتلبسوها، بعيد عن عينكم شوية، وتطلعوها وايه تجددوا حبكم ليها. بس كده، يا رب يكون الفيديو ده مفيد. غالبا الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى ديكلوترينج، اطلع الحاجات الشتوي واشوف ستايل الجديد ده بيقول ايه. ستايل عمره ما بيختفي ويرجع ويجي بداله ستايل مختلف خالص، بس هو بس اللي هو
في زي تجديد فيه واختلاف بس بسيط. وحاسه ان انا كنوران يعني لما دخلت التلاتينات بالتدريج ابتديت احس ان انا فهمت نفسي اكتر، فهمت ستايلي اكتر، فهمت بحب ايه، اللي بيليق عليا، اللي مش بيليق عليا، وهكذا. وبس كده. رأيكم ايه القطع اللي ممكن الواحد يشتريها عشان ينعنش بيها دولابه؟ لو اشتريتوا حاجة برضو شاركوها واكتبوا، لو خصوصا لو ماركة محلية وعجبتكم اكتبوها تحت في الكومنتس، اكيد هتفيدنا كلنا يعني. وبس اشوفكم في وقت تاني، باي باي.